عشان القرمشة ما تحلاش غير وسط اللمة عملنا لك شيبسي جامبو جديد وما بيخلصش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي مودرن نيوز. في البداية البقاء لله لكل الشعب المصري في وفاة اثنين من نجوم كرة القدم المصرية، الكابتن محمد السياجي والكابتن محمود الجوهري. من خلال مودرن نيوز اليوم بإذن الله هنكون مع حضراتكم بكل الأخبار، بكل الكواليس الخاصة بالأندية المصرية والمنتخبات، وأيضا أخبارنا العربية والأفريقية والعالمية. وتحياتي في البداية وتحيات زميلي العزيز كابتن أحمد الكاس. تحياتي ليك يا محمد. وبالفعل آلام وأحزان داخل كل بيت مصري، وداعا لنجوم حملوا اسم مصر ومثلوا مصر ودربوا مصر في مراكز كبيرة جدا. بالتأكيد كلنا مليئين بالأحزان، ومعانا كمان كتير من التفاصيل وكتير من الأخبار، لكن منتظرينكم بعد الفاصل فانتظرونا. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، واول اخبارنا الاتحاد الافريقي الكاف بينعي الكابتن محمود الجوهري رمز الكره المصريه. القى الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف الضوء على وفاه الكابتن محمود الجوهري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والمستشار الفني بالاتحاد الاردني عن عمر يناهز 74 عاما، متاثرا بجلطه دماغيه المت به الجمعه الماضيه. ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ان الجوهري يعد رمزا من رموز الكره المصريه، والهم الجماهير تاليف اغنيه باسمه عندما قاد المنتخب الوطني للصعود الى بطوله كاس العالم بايطاليا، وهي جوهري جوهري. زي ما حضراتكم بتشوفوا معنا طبعا جنازه الجنرال محمود الجوهري. ومستر بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري الحالي بيقول: سأهدي بطاقة الوصول لمونديال 2014 لروح كابتن محمود الجوهري. ده يمكن من خلال تصريح مستر برادلي المدير الفني لمنتخبنا المصري، واللي بيقول ان سمعت كتير عن كابتن محمود الجوهري وعن انجازاته في عالم كرة القدم المصرية، وما سمعته يكفيني ان انا كمان اقول ان هو اخر من وصل بالمنتخب المصري لكأس العالم عام 90، وانا يمكن بهدي وصول مصر لكأس العالم 2014 انا واللاعبين الى روح الكابتن محمود الجوهري صاحب نفس الانجاز عام 90 بمونديال ايطاليا. وبالتاكيد كل لاعبي المنتخب المصري وكل المصريين بيشاركوا نفس الاحزان ونفس الطموحات. والعمري ممثلا لرئيس الوزراء في استقبال جثمان الجوهري. حضر الأستاذ العمري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة إلى مطار القاهرة لاستقبال جثمان الجنرال محمود الجوهري ممثلا للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، كما يتواجد بالمطار لحضور مراسم الجنازة العسكرية كل من الملحق العسكري لسفارة الأردن، ومحمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية، وفكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى الأستاذ محمود سلطان ومدحت بكري وعماد الدين عثمان من أسرة الفقيد. طبعا الكل اليوم كان في استقبال جثمان الكابتن محمود الجوهري من أحبائه، من رياضيين، من إعلاميين، من عسكريين، كل من يعشق ويحب الكابتن محمود الجوهري وكل من لازم الكابتن محمود الجوهري. نتمنى له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان بإذن الله. وبالفعل كمان سفير مصر في الأردن، سفير الأردن في مصر بيقول إن هو كمان تواجد لاستقبال كابتن محمود الجوهري وجثمانه من المطار. ويمكن السفير بشر الخصاونة سفير المملكة الأردنية بالقاهرة وصل لمطار القاهرة استقبال جثمان الراحل كابتن محمود الجوهري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والمستشار الفني بالاتحاد الأردني. أحزان كمان بيشاركونا فيها أشقائنا في الأردن. وبالتأكيد كابتن محمود الجوهري لم يؤثر في مصر فقط، ولكن كمان عمل لفترة طويلة في الأردن وكان له تأثير كبير جدا على الأردنيين. ولاعبو المنتخب الأردني يرتدون شارات سوداء في مباراتهم اليوم أمام إيران. يرتدي اليوم لاعبو المنتخب الأردني شارات سوداء خلال مباراتهم أمام إيران في اللقاء الودي المقرر بينهما بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك تقديرا من اتحاد الكرة الأردني على رحيل جنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجوهري الذي كان يعمل كمدير فني للاتحاد الأردني. طبعا دي روح رياضية رائعة من لاعبي المنتخب الأردني ومن الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونحن طبعا نعلم جميعا أن العلاقة الرياضية طيبة جدا ما بين الاتحادين، سواء الاتحاد المصري لكرة القدم أو الاتحاد الأردني لكرة القدم.
الكل موجود في تشييع جثمان كابتن محمود الجوهري، ومستر بوب برادلي بيصطحب لاعبي المنتخب لحضور جنازة الجوهري. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة بوب برادلي اصطحاب جميع اللاعبين المتواجدين حاليا بمعسكر الفراعنة استعدادا لودية بنين المحدد لها يوم الجمعة المقبل، وعددهم 13 لاعب لحضور مراسم تشييع جنازة الكابتن محمود الجوهري في مشهد مهيب. كل الناس متواجدين، رياضيين، محبين، كل من سمع عن كابتن محمود الجوهري بيتزاحموا جميعا للوقوف خلف هذا البطل العظيم اللي يمكن ترك في كل بيت بصمة داخل مصر منذ فترات طويلة، وكمان في الأردن. وزي ما حضراتكم عارفين تم تشييع الجنازة وفي بعد عقب صلاة العصر من مسجد آل رشدان. وبيقول كمان مستر برادلي ان هو قرر تأجيل معسكر الفراعنة وسفرهم للإسكندرية إلى غد الأربعاء بدلا من اليوم من أجل حضور الجنازة. وقيادات النادي الأهلي تشارك في مراسم تشييع جنازة الكابتن محمود الجوهري. توجه الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونائبه الكابتن محمود الخطيب وعدد من قيادات النادي إلى مسجد آل رشدان لحضور مراسم تشييع جثمان الكابتن محمود الجوهري الذي وفاته المنية أمس الاثنين بإحدى مستشفيات الأردن أثر جلطة في المخ. كانت إدارة النادي قد تعرضت لهجوم شرس من الجماهير وبعض الخبراء والمسؤولين بسبب تأخير نعي فقيد الكرة المصرية. وما زاد من حالة الغضب ضد مسؤولي النادي الأهلي هو قرار الإدارة بتكليف الأستاذ حسن مسعود مدير أمن النادي فرع مدينة نصر بحضور مراسم استقبال الجثمان بمطار القاهرة. وأكد الغاضبون أنه كان من الطبيعي أن يتقدم أحد مسؤولي النادي الكبار لاستقبال جثمان الفقيد الغالي الذي حقق بطولات للنادي الأهلي ومنتخب مصر، ولكن في النهاية حضر مجلس إدارة النادي الأهلي جنازة الكابتن محمود الجوهري. وعلى الجانب الآخر في نادي الزمالك وفد الزملكاوي خماسي مجلس الزمالك بيشارك في جنازة كابتن محمود الجوهري، كابتن صبري سراج وكابتن إبراهيم يوسف والأستاذ رؤوف جاسر والأستاذ أحمد جلال والكابتن هاني العتال، كمان معاهم مدير نادي الزمالك اللواء علاء مقلد. الكل بيشارك في تشييع جثمان كابتن محمود الجوهري لمثواه الأخير. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم ونتواصل وأخبار مودرن نيوز، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، وميدالية فضية جديدة للجنة أو اللعيبة في البطولة البارالمبية بلندن، والميدالية الفضية في رفع الأثقال للاعبة رندا محمود في وزن 82.5 كيلو جرام. بنقول مبروك للاعبة رانيا محمود والمزيد من الميداليات إن شاء الله. وعلى فكرة اللعيبة دي كلها طمعانة بإذن الله في تعديل لائحة المكافآت وزيادة المكافآت. كمان اللاعب متولي مطحنة في نفس الوزن في رفع الأثقال بيحصل على الميدالية البرونزية، ويمكن 10 ميداليات دلوقتي وصل ليهم منتخب أو أبطالنا في البارالمبية. يمكن 10 ميداليات منهم 2 ذهب و2 فضة و6 برونز. أعتقد إنجاز ما بعده إنجاز لبعثة قليلة في العدد قد يصل عددها إلى 17 بطل وعدوا وأوفوا بالوعد. والخبر التالي مع حضراتكم: قرعة دوري الموسم الجديد غدا والسوبر 8 سبتمبر. قرر مسؤول اتحاد الكرة إقامة قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 2012-2013 المقرر انطلاقها يوم 17 سبتمبر الجاري في 1 ظهر غدا الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية 18 المشاركين في الدوري هذا الموسم. واحنا عارفين حضراتكم ان مباراة السوبر بإذن الله ميعادها يوم السبت بملعب الكلية الحربية، مباراة الأهلي وإنبي السوبر المصري. والجبلايه بتحذر النادي الاهلي وبيقولوا المشاركه في السوبر بشروطنا او الغرامات. تمسك مسؤول اتحاد الكره باقامه مباراه السوبر المحلي بين الاهلي وانبي يوم السبت المقبل وفقا لشروط الجبلايه والعقود المبرمه بين اتحاد الكره والشركه الراعيه واللي بتنص على امتلاك الجبلايه لحقوق رعايه المباريات وبالتالي تسويقها. كمان المصدر بداخل الجبلايه بيقول ان اتحاد الكره متمسك بان يشارك الاهلي في اللقاء بالشروط المنصوص عليها بالعقد، ويمكن كمان بيقولوا ان حقوق رعايه المباريات وتسويقها من حق اتحاد الكره، وبالتالي الاعلانات اللي داخل الملعب وعلى قمصان اللاعبين كمان في المؤتمر الصحفي هي من حقوق وملك لاتحاد الكره المصري. واعتقد ان كمان بيقولوا ان في داخل خبرنا بيقولوا ان هم في عقود مبرمه مع النادي الاهلي وبيطالبوا النادي الاهلي بالتزامها. واعتقد كمان ان النادي الاهلي عندما توجد عقود فالنادي الاهلي ملتزم بها، وبالتالي مش هيكون في ازمه في الفتره اللي جايه.
والجبلاية ترسل خطابات تعديل المادة 40 للأندية المصرية. انتهى مسؤول اتحاد الكرة من إعداد الخطابات الخاصة بتعديل المادة 40 من لائحة لجنة المسابقات للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 17 سبتمبر الجاري، على أن يتم إرسالها للأندية خلال الساعات المقبلة. جاء ذلك بعدما اتفق الأستاذ عامر حسين المدير التنفيذي للجبلاية مع مسؤولي النادي المصري البورسعيدي أمس على تعديل البند 40 من اللائحة، بحيث يتضمن في حالة وجود ظرف أمني يمنع أي نادي من المشاركة في مسابقة الدوري يحق له الاعتذار عنها على أن يعود الموسم التالي. نعرفين أن النادي المصري أرسل أمس فاكس اعتذار عن المشاركة في بطولة الموسم الجديد 2012-2013. وإفريقيا مباراة الأهلي والزمالك تعود إلى الكلية الحربية. تقرر أن تعود مباراة النادي الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا إلى استاد الكلية الحربية بدلا من نقلها إلى استاد برج العرب بالإسكندرية. زي ما حضراتكم سمعتوا في فترات سابقة أن كان في هناك أزمة دائرة بين النادي الأهلي وهيئة استاد الكلية الحربية بسبب مستحقات الأخير لدى الأول، ومن كمان هناك توصل لحل وصيغة صيغة الاتفاق بين الطرفين. وكمان نادي الزمالك تلقى صباح اليوم تأكيدات من النادي الأهلي أن المباراة هتكون في استاد الكلية الحربية، وبالتأكيد بنتمنى أنها تكون مباراة قوية والتوفيق للفريقين. واستبعاد عبد ربه ومروان محسن من معسكر المنتخب المصري. استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة بوب برادلي الثنائي حسني عبد ربه ومروان محسن من معسكر الفراعنة المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لوديتي بنين والكاميرون المقرر إقامتهما يوم 7 و11 سبتمبر الجاري. وقال الدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب أن استبعاد عبد ربه جاء بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وتأكد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضمة ويحتاج لفترة راحة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع. أضاف أن مروان محسن يعاني من التهاب كبدي نتيجة تناول طعام فاسد على الأرجح. بنقول مليون سلامة للاعب حسني عبد ربه، مليون سلامة للاعب مروان محسن، ونتمنى السلامة والتوفيق لكل لاعبتنا المصريين. ورسميا النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد لجنة صالح. تقدم النادي الأهلي رسميا ببلاغ للنائب العام ضد اللجنة المؤقتة السابقة التي أشرفت على شؤون اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، واللي كان بيرأسها الكابتن أنور صالح لتآمرها بهدف تخفيض عقوبات مجزرة أحداث بورسعيد. وصرح حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه تقدم أول أمس الأحد ببلاغ ضد لجنة كابتن أنور صالح إلى النائب العام، وبيحمل رقم البلاغ 3281. وأعتقد كمان أنه هو بيضيف في خبره في تصريح المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه هو بيقول أوضحنا في البلاغ جميع تفاصيل القضية من تآمر لجنة كابتن أنور صالح ضد حقوق الشهداء والضرر اللي وقع على النادي الأهلي وجماهيره بسبب هذا التجاهل. كمان النادي الأهلي كان قد تقدم بشكوى لوزير الرياضة الاثنين قبل الماضي للتحقيق في هذه القضية، واعتقد انها قضية مطروحة للتحقيق وبالتأكيد سيثبت من المدان. ومجلس إدارة النادي الأهلي يناقش أزمة السوبر وعجز الميزانية الليلة. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما مساء اليوم لمناقشة عدة أمور هامة أبرزها ميزانية النادي للسنة المالية المنتهية، بالإضافة لأزمة مباراة السوبر التي عقدت لجنة الكرة اجتماعا صباح أمس لمناقشتها، غير أنها لم تصل لنتيجة فتم تأجيل حسم هذا الملف لاجتماع المجلس الليلة. وفيما يتعلق بأزمة السوبر فهناك خلاف حاد داخل اللجنة وداخل مجلس إدارة النادي الأهلي. هل يستطيع فريق النادي الأهلي أن يشارك في مباراة السوبر ولا يعتذر عن مباراة السوبر بسبب موضوع الرعاية؟ وفي بعض اللاعبين أيضا بيقولوا أنهم مش عايزين يلعبوا هذه المباراة علشان في إجهاد، خاصة أن التدريب لسه هيبدأ، تدريب النادي الأهلي هيبدأ اليوم، وهو ما يرفض طبعا اللاعبين إقامة هذه المباراة. وفيما يتعلق بملف الميزانية فقد تردد أنها تضمنت عجزا وصل ل 85 مليون جنيه، وهو مبلغ طبعا يعني يتعدى كل الأزمات اللي مر بها النادي الأهلي في الأيام الأخيرة. ولكن طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بيقول أن الأزمة المالية اللي مر بها النادي الأهلي هي نفس الأزمة المالية اللي مرت بها كل الأندية المصرية. وبعثة النادي الأهلي بتصل إلى القاهرة بعد الهزيمة من مازيمبي. وصلت بعثة النادي الأهلي لمطار القاهرة في تمام 11 مساء الاثنين قادمة من الكونغو بعدما واجه الفريق مازيمبي عصر الأحد بالجولة الخامسة في البطولة الإفريقية، وانتهت المواجهة بهزيمة الأبناء القلعة الحمراء بثنائية نظيفة.
كمان من المقرر أن يستأنف النادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء أو يعني اليوم المفروض كان هيقيم النادي الأهلي تدريباته بعد بدون راحة بالتأكيد استعدادا لمباراة السوبر المصري المحدد لها يوم السبت المقبل. واعتقد النادي الأهلي عنده مباراة السوبر وعنده مواجهة إفريقية مع نادي الزمالك، وبالتأكيد الراحة مش مطلوبة في هذا الوقت. والمهاجم الغاني إيمانويل كوليتي يؤكد رغبته في الانضمام للنادي الأهلي. كشفت تقارير صحفية غانية أن إيمانويل كوليتي مهاجم تشيلسي الغاني أبدى رغبته في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، على الرغم من العرض الذي تلقاه للانضمام إلى الوسط الإماراتي مقابل $1,000,000. ذكر موقع فوتي غانا أن كوليتي أبلغ إدارة تشيلسي برغبته في الانضمام للنادي الأهلي. اللاعب بيفكر وبيقول أن شعبية النادي الأهلي في القارة الأفريقية ووسط الدول العربية والشرق الأوسط تتعدى شهرة وشعبية نادي الوصل الإماراتي. والكابتن محمود الخطيب يغادر الأحد المقبل إلى ألمانيا لإجراءات العلاج الطبيعي. قرر كابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي السفر لألمانيا يوم الأحد المقبل لتنفيذ برنامج طبيعي بعد العملية الجراحية اللي أجراها في ألمانيا قبل عدة أسابيع في العمود الفقري. كان يمكن كابتن محمود الخطيب أجرى 3 عمليات جراحية، وبالتأكيد في الفترة اللي جاية بنتمنى السلامة لكابتن محمود الخطيب وأنه يعود سالما ويشفى من هذه العمليات بعد العلاج الطبيعي اللي هيمارسه في ألمانيا. وسلة النادي الأهلي تنتظر قرار مجلس الإدارة للمشاركة في دورة الحريري الدولية. ينتظر الجهاز الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن أشرف توفيق موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسن حمدي على المشاركة في دورة الحريري الدولية الودية للأندية بلبنان، والمقرر إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل. عارفين إن كان في دعوة وجهت لنادي سبورتنج والنادي الأهلي للمشاركة في هذه البطولة الدولية، وأيضا في بعض الأندية من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والسعودية أيضا تم توجيه الدعوة اليوم للمشاركة في هذه البطولة. والزمالك يعود للتدريبات اليوم بدون 6 لاعبين، يمكن منهم البنيني رزاق وخماسي المنتخب إبراهيم صلاح، محمد عبد الشافي، عمر جابر، محمد إبراهيم، أحمد الشناوي. يمكن كابتن حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك بيقول إن هؤلاء اللاعبين هم اللي هيغيبوا عن اللقاء بعذر، ما دون ذلك يغيب عن اللقاء عن التدريب، ولكن لم يحصل على أي إذن من الجهاز الفني. فييرا وافق على رحيل الصقر ويرفض رزاق. أكد أسامة نبيه مدرب الزمالك أن البرتغالي فييرا وافق رسميا على رحيل أحمد حسن لاعب الفريق بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بالمدير الفني، موضحا أن الأمر لم يتوقف لدى فييرا على حسن فقط، وإنما أعطى الضوء الأخضر لرحيل أي لاعب يرفض الاستمرار مع الفريق خلال الفترة القادمة. كما أوضح نبيه أن فييرا رفض عودة البنيني رزاق بسبب المشاكل الأخيرة وغيابه كثيرا عن التدريبات في نادي الزمالك بسبب المستحقات المالية. نتمنى بإذن الله الاستقرار والهدوء لنادي الزمالك وكل الأندية المصرية. كمان ميدو بيوافق على جدولة ديونه لدى نادي الزمالك اللي وصلت يمكن ل 4,750,000 بعد مفاوضات تمت خلال الأيام الماضية بين حسام وصفي والد اللاعب ومسؤولي نادي الزمالك. ويمكن في تصريح لوالد اللاعب كابتن حسام وصفي بيقول إن مسؤولي الزمالك طلبوا سداد مستحقات ميدو بالتقسيط المريح، وهو بيبدي رغبته في قبول هذا الوضع، لأن النادي طبعا بيمر بأزمات مالية كبيرة جدا، وأعتقد إن ميدو بيتفهم لذلك والكابتن حسام وصفي بيتفهم لذلك، لأن نادي الزمالك عنده أزمات مالية كبيرة نتمنى أنها تتحل في الفترة اللي جاية. وأوزو الجونة يخضع للاختبار في النادي الإسماعيلي. يختبر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الكابتن صبري المنياوي الغاني فيليكس أوزو مهاجم أو لاعب وسط فريق الجونة حتى نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. احنا عارفين ان نادي الجونة عنده 3 لاعبين أفارقة خلاص، بوبا وصامويل أوكران وأحمد توريه، وعارض اللاعب أوزو فيليكس للإعارة. بهذه الأخبار نكون وصلنا لختام حلقتنا وختام كلامنا، وعندما ينتهي الكلام يأتي وقت السلام. سلام.